نبدأ كده معاكم ببسم الله. تعالوا نشوفوا جبنا ايه للحمام. طبعا زي ما انتم عارفين كل شهر بنجيب شوية كلفة كده للحمام. يعني مثلا 10 كيلو فول على 5 كيلو جرثوم على 5 بسلة على شوية كلفة جاهزة على شوية غلة وشوية ذرة اصفر زي ده. فبنجلبهم 60 70 كيلو ونحطهم في البرميل وخلاص. كنت ناوي اجيب الشهر ده 200 كيلو عشان طبعا يكفوا معايا لحد بعد رمضان. نويت اجيب كلفة ونزلت عشان اجيب الكلفة، لقيت الاسعار مختلفة خالص. نبدأ الاول بالغلة اللي شكلها هتكون اساسية معانا. كنت ناوي اصلا اطلعها من الكلفة، ما كنتش ناوي اخليها في الكلفة بعد كده، بس شكلها هتلزق فينا. بعد الاسعار ديت شكلنا كده مش هنستغنى عن الغلة. دي الغلة. طبعا الغلة في المحصول بتكون رخيصة شوية، وبعد المحصول بتغلى شوية شوية، مش ياما، هي طبعا غلت ياما. المهم اللي هي مثلا كانت ب 10 جنيه في المحصول، فجبت 300 كيلو خزنتهم عندي كفوني حوالي 6 شهور. وبعد كده طبعا محتاج غلة، محتاج اجيب غلة تانية. يعني مثلا في المحصول ممكن تلاقي طن 2 طن زي ما انت عايز وتمنها قليل. حاليا تمنها غالي شوية ومش هتلاقي بسهولة. فانا في الايام اللي فاتت من اسبوع بالظبط جبت ال 20 كيلو دول الكيلو ب 15. 20 كيلو الكيلو ب 15 بحوالي 300 جنيه. تمام. جبت دول 14 كيلو لقيتهم عند التاجر، نفس التاجر، ال 14 كيلو ب 16 اهو. بصوا ده الكلام ده من 3 ايام ب 16. البارح بقى جبت دول، البارح بالليل جبت دول الكيلو ب 17. 16 كيلو كده كملنا 40 كيلو غله. اللي تفهمه طبعا ان كل يوم الاسعار بتزيد ب 15 16 17 في نفس الاسبوع. غسلت دي، هتسالني ليه غسلتها؟ عشان طبعا دي متخزنه. اللي بيخزن غله سنتين مثلا او 3 سنين بيخزنها فتره حلوه، يعني بيحط عليها حبوب سامه عشان طبعا السوس، الغله بتسوس، فبيحط عليها الحبوب ديت عشان ما تسوس. فلازم تغسلها، لان الحبوب ديت هتقتل بني ادمين، حمام، اي حد ياكلها هتقتله، فلازم تغسلها كويس. فانا غسلتها والشتا كمان غسلها، فشكلها اصلا مش هتنشف، شكلها كده هتقعد اسبوع كده. فطبعا لازم تنشف عشان ما تعفنش منك، لازم تسيبها تنشف. بس هي مش ناويه تنشف، بصوا بتشتم الصبح. المهم كده عرفنا اسعار الغله. واول مكون معانا الغله ب 17 اللي احنا كنا بنجيب اصلا كلفه جاهزه. الشهر اللي فات انا كنت بجيب كلفه جاهزه ب 17، الغله بقت دلوقتي ب 17. فانت داخل على اسعار ما شاء الله. مش هنتكلم ياما، خلينا في اللي بعده. طبعا اكتر حاجه زعلتني ان الفول غلا. الفول بقى ب 30. بص هنا موجود ايه؟ ده الجرتو. الجرتوم كان ب 25 بقى ب 30. تمام، كان ب 25 و24 كمان بقى ب 30. الفول الحبايه ديت كانت ب 25 وب 24 وب 23 كمان في اماكن، بقت ب 30. والله اعلم الايام الجايه هتكون بكام. ده الفول اهو، انزل كده متدلع اهو. الحبايه العاديه خالص بقت ب 30، يعني الكيلو زاد 5 جنيه. عشان طبعا الناس ما تستغربش، ال 5 جنيه دي شويه، ده ياما. يعني 15 كيلو زي دول زادوا 75 جنيه. شكاره زي ديت زادت 75 جنيه بس. لما كل حاجه من دول تزيد 75 يعني الكلفه زادت 500 جنيه. الجرتم نفس الكلام اهو، نفس الكلام. وبصوا في ايه كمان، يعني مش جرتم صافي، مش انضف حاجه كمان. وعامل ازاي الجرتم اللي انا كنت بجيبه انضف منه. الكلفه اللي هي كانت ب 20، الكلفه اللي هي السوبر، اللي المفروض انضف كلفه، يعني انضف كلفه في السوق، كانت ب 20. بصوا هي كانت ب 20 والشهر اللي فات قال لي ب 22. الاسعار الجديده ب 22، بس انا هديك بالجديد. هو حاطط 3 شكاير فيها اهي. دي كلفة سوبر ما فيهاش غلطة، عليها عويجة، عليها كل حاجة. أنا بجيبها عشان العويجة بأمانة، يعني بجيبها عشان الذرة العويجة اللي فيها. هي فيها ذرة أصفر، أنا جايب ذرة أصفر. فيها فول، أنا عندي فول وجرتوم. فيها بسلة، أنا عندي بسلة. أنا جايبها عشان العويجة. طبعا العويجة ب 26، ب 26 جنيه العويجة. أنا سألت عليها ب 26، ما جبتهاش. دي بكام؟ ب 24. الكلفة دي ب 24، هي أغلبها عويجة، فأنا جبتها عشان العويجة. الأسود اللي فيها ده جورتون محروق، انا بقول عليه جورتون محروق، هو طبعا حاجه تانية خالص زي الجورتون بالظبط بس اسود. هتلاقيه نوع من الحبوب، مش عارف هو ايه بامانه يعني، بس هو هتلاقيه نوع من الحبوب. وعليها طبعا حمص، معلهاش بسله ياما ولا فول ياما. الفول بقى غالي، بقى غالي خالص. هنا طبعا البسله، البسله
اللي هي الخضراء. بصوا البسله الخضراء كانت بكام؟ كانت يعني ب 27 ب 26 كمان، يعني 27 او 26. بقت ب 35، يعني 8 جنيه في الكيلو. طبعا انا جبت 2 كيلو بس زي العادي، يعني انا طول عمري اصلا بجيب 2 كيلو بسله و3 كيلو بسله بيضه. اللي هي كانت ب 25 بقت ب 30 البسله البيضه. عشان تعرف برضو الكلفة غلت قد ايه، انا كنت عامل حسابي في فلوس تكفيني شهرين. يعني الكلفة اللي كنت هجيبها بالفلوس ديت هتكفيني شهرين. اللي انا جبته هيكفيني شهر و10 ايام كمان، مش هيكمل الشهر، يعني مثلا شهر مثلا واسبوع كده يعني. دي البسلة البيضة ب 30. الاسعار عندك ممكن تكون ارخص، بس ما اعتقدش هتكون ارخص. وطبعا الفول بتاعنا اهو، تعالى بقى اهو. الاسعار اختلفت خالص. لو زادت مثلا جنيه او اتنين، يعني مثلا لو كل شهر مثلا بتزيد جنيه ماشي، كان الواحد يعمل حسابه مثلا الاسعار هتغلى فيجيب كميه كويسه يعني شويه. بس الاسعار غلت مره واحده كده، وغلت بطريقه غبيه. 5 جنيه في الكيلو ياما، ياما خالص كمان. الدور الاصفر نفتح كده، طبعا بقى ب 18 اهو. دول 20 كيلو. كان بكام؟ كان ب 13 14 15. ودي حبايه مش كويسه، يعني كمان حبايه مش حلوه. لو خدتوا بالكم الكلفه دي اللي هي السوبر اللي كانت ب 20 وبقت ب 24، ضافوا عليها غله. بقى عليها غله لو خدت بالك، فيها غله بس بسيطه يعني. هي طبعا عشان محطوط عليها مثلا حاجات ياما، مكونات ياما، فمش باين فيها الغله. بصوا هي فيها غله واضحه، تمام. يعني الكلفه دي ما كانش اصلا بيحط عليها غله. حبايه الذره الاصفر اللي هي كانت عصافير، كانت اكبر حبايه زي دي. بصوا بقت عامله ازاي. الكلفه بقت غاليه وبقت اوحش. بصوا عامله ازاي، حبايه كبيره شويه. يعني فرد بنادي ما ياكلش حبايه زي دي، ما ياكلش حبايه دي، ما ياكلش حبايه زي دي. فرد صافي ياكلها عادي، ممكن ياكلها. والحمام لما يلاقيها قدامه هياكلها غصب عنه. هي غصب عنه. انا اصلا احلى حبايه دي ب 18، احسن حبايه في السوق الحمد لله. طبعا اليومين كده يعني مثلا شهر او شهرين كده، ونصيحة مني هاتلك غلة على قد ما تقدر غلة. والدور مش دلوقتي، الدور لسه محصوله بعدين في شهر 9 لسه، وفي شهر 10 كمان. يعني كان الكلام ده من 3 شهور كنت تجيب دور اصفر. اما الغلة كمان شهرين ان شاء الله هتلاقي غلة ياما. فخزن شوية غلة، لانك لازم الايام الجاية لازم. اللي مش بيحط غلة على الكلفة وقاعد يقول غلط على الحمام اللي عندي بقاله اكتر من 6 شهور ماشي بالغلة وزي الفل، ولا بتتعب ولا بتجيب اسهال زي ما في ناس بتقول، ولا مثلا بتخلي الحمام ما يحصيش، ولا بتعمل اي حاجه للحمام. فماشي بالغله. الغله ارخص حاجه في السوق. الكلفه ام 17. كنت كل مره بجيب 3 انواع كلفه اصورهم، اللي هي الكلفه ام 20 وام 17 وام 15. ما عادش في كلفه 15. دي ب 17. هي كانت ب 17، هي حاليا ب 20. بص 20 عامله ازاي، ب 20 وكنسه، ب 20 جنيه وكنسه، والله كنسه. بصوا عامله ازاي، ما فيهاش حاجه تتاكل. فول ما فيش فول. فين الفول؟ ما فيهاش فول. حبايتين 3 بسله نفس الكلام، حبايتين 3. حبايه ذره صفرا قد ايه، طبعا كبيره شويه. والذره العويجه طبعا زي الزفت. الذره العويجه ده اصلا بتتباع فرط لوحدها ب 20. ده ايه ب 19 باين او 18 مش فاكر بالظبط لان ما سالتش عليها. بس ديت ب 20 اهي. دي الاسعار اللي انا لقيتها، الاسعار بتاعت الكلفه. نعيدها تاني. دور اصفر 18، اللي غله 17 حاليا 17. انا جبته ب 15 وجبت ب 16 وحاليا ب 17. الجورتون ب 30، البسله ب 35، البسله البيضه ب 30. وبعد كده ما تجيبش الخضر ده خالص. 35 ليه 35. الفول ب 30. تمام. لو لقيت كلفه زي دي جاهزه كده، هاتها ووكل الحمام. بس مش لازم بقى تضيف عليها. كنت كل مره بقول لك مثلا ضيف عليها شويه فول عشان تحليها اكتر. يعني مثلا كلفه شويه زي دول كده، لو جبت لك كيلو لو عليهم شويه فول كده هتخلي الكلفه احلى. لا، هي الكلفه دي وخلاص حلوه خالص اصلا، وهو ب 24 وهتمشي الدنيا.
هي ارخص كلفه هتلاقيها في السوق حاليا، ارخص كلفه هتلاقيها ب 24. كانت المتوسط ب 20 وب 18. ارخص كلفه هتلاقيها ب 24 غير الكنسه دي. الكنسه دي ب 20 فعلا والله كنسه، ما اقدرش اقول اكتر من كده، هي كنسه. بصوا عامله ازاي، الحمام ما ياكلهاش. وبالنسبه لموضوع الغله الفتره دي تمشي يعني مثلا على جدك. يعني مثلا انت بتوكل 50 كيلو، هات لك ال 10 كيلو غله بالظبط، ما تخزنش الغله، ما تجيبش غله ياما وتخزن. يعني مثلا اللي هيجيب 50 كيلو ويخزنهم ل6 شهور قدام، ما تعملش كده، ما تعملش كده خالص في الغله. طب ليه ما اعملش كده؟ طب ما نعمل وخزن بدل ما تغلى تاني. الغله هترخص، الحاجه الوحيده اللي اضمن لك اللي هي هترخص الغله، لان المحصول بتاعها جاي، هتلاقيها ب 10 وب 12 في المحصول. على قد ما تقدر هتغلى، والله ما هتخسر. حتى لو بقت زياده عن حاجتك شويه، لو الغله ممكن تقعد 3 سنين عندك، بس طبعا لازم تخزنها، وفي حبوب كده بتحطها عشان ما تسوس. بس لو سنه واحده من غير ما تخزنها مش هيحصل لها اي حاجه عندك. المهم الغله في المحصول هاتها وخزنها، ولو زادت شويه مش هتزعلك. اللي هيزيد عندك بيعه، لاي حد كده اللي انت مثلا بتجيب منه الكلفه. لو قلت له عندي شويه غله هياخدهم منك. وخلي بالك اكتر حاجه ممكن تبوظ الاسعار معاك التجار. اكتر ناس ممكن يبوظوا الاسعار. دي الحبايه اللي فيها السم، تمام. طبعا ابعد عنها، حاول على قد ما تقدر تدوبها في ميه زي دي كده، وحاول تبعد عنها، تمام. لان الحبايه دي فيها سم، لاي طير لاي حيوانات ليك انت شخصيا، هي سم، تمام. بتحط على الغله عشان ما تسوس. انا طبعا بشوف فيديوهات للاسعار في اماكن تانية، بلاقي في حاجات زيها وفي حاجات ارخص وفي حاجات اغلى، تمام. يعني مثلا في اماكن الفول حاليا فيها ب 25 وب 28، وفي اماكن الجرتم ده ب 30 و 35. فكل تاجر بيبيع بدماغه، فخلي بالك وتعامل مع واحد ثقه. انا بتعامل مع واحد بقالي سنه، هو واحد ثقه، واحد مضمون، والاسعار ديت اعتقد انها غلط في مصر كلها مش عنده بس. لايك، اشترك في القناه، وان شاء الله الاسعار هتظبط ان شاء الله، يعني هتظبط. هنحاول على قد ما نقدر نوفر في الكلفه، والايام الجايه احاول برضه الاقي لكم حاجات مكونات تكون زياده، او اقول لك ازاي توفر في الكلفه، لان الكلفه بقت حاجه زفت خالص. لايك، اشترك في القناه، تابعني على الفيس، التيك توك. كان معكم علاء من قناه كلام حمام. سلام.